الأكلة اللي رغم ريحتها وطريقتها اللي ممكن تشوفها غريبة، إلا إنها لها عشاق كتير في كل مكان. النهارده احنا جينا مدينة دسوق في كفر الشيخ علشان خاطر المدينة دي بتتشهر من أحسن المدن اللي بتعمل فسيخ، لأن الفسيخ مش أي حد بيعمله، فاحنا عشان كده النهارده جينا نشوف إيه موضوع الأكلة، لأن معظم الناس ما بتاكلهاش وفي أكتر منهم بياكلوها، وأنا واحد من الناس اللي ما باكلش الأكلة دي، فالنهارده هنعرف وهنخش في قلب المنبع بتاع الفسيخ. النهارده احنا هنروح عند أحسن حد وأشهر حد في السوق بيعمل الفسيخ. رنجة وفراخ رنجة. شايفين ده فسيخ؟ ودي سلطة ايه؟ رنجة. أنا مش هاكل غير دي. أنا مش هاكل غير دي، مش هاكل حاجة تاني. فتح واقع. فتح واقع. بالك قد ايه في شغلانه الفسيخ؟ يعني تقدر تقول كده 8 سنين، بس الحمد لله يعني هو سن صغير بس اتعلمت ياما. ممكن الحاج صلاح الامام عالم الاعلام اللي في السوق جمهوريه مصر كلها، خد بالك احنا لنا 6 فروع معاليه بما فيهم دمنهور واسكندريه. بس الحمد لله يعني اتعلمت ياما في الشغلانه ديت، وفي فرق ما بين ان انت كنت بتشتغل حاجه وانت حاببها وبتشتغل حاجه وانت كارهها. واخد بالك؟ فلما تبقى حابب الحاجه هتديها كل اللي عندك، واخد بالك؟ فالحمد لله يعني على كل حال. دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا هنا عند محل صلاح الامام عشان هنتكلم في مشكله بتواجه ناس كتير قوي، يعني موضوع مهم. انا واحد من الناس اللي ما باكلش الفسيخ، بس في ناس بتحب الفسيخ، فالنهارده هنعرف كل حاجه عن الفسيخ هنا في السوق عند صلاح الامام. طب انتوا بتجيبوا السمك منين اصلا؟ لا احنا السمك ده من مزارعنا، واخد بالك؟ السمك بيطلع من المزرعه، في عماله بقى، في مصانع تصنيع، بيدخل غسيل وبعد كده بيتملح لحد ما بيوصل ان انت تشوفه بالبرميل وتطلعه. احنا عند صلاح الامام من اكبر الناس اللي بيعملوا فسيخ في السوق. احنا النهارده هنخش في المنبع بتاع الفسيخ، هنعرف كل حاجه عنه زي ما بيقولوا كده في غرفه العمليات بتاعه الفسيخ. طيب انا اول مره اجي عندك واول مره اعرف الفسيخ اللي بطارخ. انا عارف ان بطارخ لسه مع الباشا. هو الفسيخ ده الموسم بتاعها بيبدا يا باشا من شهر 11، من اول 11 كده بيبدا معاك شهر كده، شهر وشويه لحد تلاقي فيها بطروخ. فالحمد لله ان احنا عندنا سمك مبترك زي ما انت شفت من شويه. البطروخ بتاعها بيبقى لو انت بقى بتاكل فسيخ او حبيب فسيخ يا مده هيبقى طبعا طعم جامد معاك. في ناس كتير بتحلم بالفسيخ ده اللي هو مبتر كده، تستناه من موسم للموسم. ليه الفسيخ اغلى من الرنجة؟ والله دي سمكه ودي سمكه. طبعا سمكه الرنجه تستورد من بره، ماشي. في سمكه بتيجي من النرويج وفي سمكه بتيجي من هولندا. طبعا بتاعت هولندا بتختلف شويه، ماشي. فالسمكان من المزرعه الهولنديه ديت وضع تاني في الاكل، دي بتبقى درجه اولى. بس يعني دي لها سعر ودي لها سعر. سؤال انا بقى، لو انا باكل فسيخ اكل كام فسيخ لحد ما اموت؟ باكل كام فسيخ؟ ده سؤال غريب ده. ايوه هو انا ممكن بقى مش حاجات كده بعد الشر عليك الاول، بس انت يعني هقول لك حاجه.
هو كل واحد وطاقته. يعني انا ممكن زبون يدخل لي يقعد على الترابيزه يقعد ياكل مثلا ما شاء الله عليه ياكل 4 فسيخات 2 كيلو ما شاء الله ماشي، ده صحته جايباه ان هو ياكل كده ماشي. فهو معدته كبيره شويه ماشي يا عم كل 1000 هنا شحوشه كل زي ما انت عايز، معاك برميل 2 زي ما انت عايز. هو اصلا الفسيخ لو حد بياكل او كده بيضر او حاجه ولا لا 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 ما فيهوش اي ضرر. طب امتى اعرف ان الفسيخه دي يا باشا في بكتيريا ضاره وفي بكتيريا نافعه. يعني الفسيخ يا باشا ده بكتيريا نافعه ماشي، هو ما كانش فيه ضرر، هو لو فيه ضرر كانوا زمانهم قفلوا محلات الفسيخ كلها صح ولا ايه؟ بس بيجي في مواسم كده بقول لك الحق ده في حالات تسمم. لا 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 مفيش الكلام ده. ممكن بس كل واحد كل شيخ وليه طريقه وكل صنايعي يختلف عن الصنايعي الثاني. ممكن طبعا يكون ملحه بطريقه غلط او حصل له حاجه ثانيه مش بتاعتنا احنا دي، انما كل محل يختلف عن الثاني وكل صنايعي ليه مهنته وليه اسلوبه وليه صناعته تختلف عن اي صنايعي ثاني. طب هو احلى وقت تاكل فيه الفسيخ تاكله ازاي؟ فاحلى والله في كل الاوقات في كل الاوقات الفسيخ بيبقى جميل جدا. هو في ناس بتبقى بالنسبه لها الفسيخ مستحب في فصل الشتاء شويه. بس هو الفسيخ صيف شتاء يعني مصر كلها بتعشق حاجه اسمها الفسيخ. ده سر السعاده في مصر الفسيخ. طب الفسيخ بيتعمل ازاي اصلا؟ بيتعمل ازاي؟ انا قلت لحضرتك في اول الكلام الفسيخ ده بيجي دلوقتي بيجيبوه من المزرعه ويدخل اللي هو السمك البوري ويدخل دوره تجفيف دوره غسيل الاول بالغسل كويس اللي بيشوف السمكات ماشي، وبعد كده مع الباشا بيتجفف وبعد كده بيدخل تدفئه وبعد كده بيوصل بقى ان انت تجيب البرميل الخشب والصنايعي يقف يملحه طبقه الفسيخ طبقه الملح وتغلف كويس وتساب مده معينه وبعد كده مع الباشا ايه تاكل الخشب. حبيبي طبعا زي ما انتوا شفتوا يا جماعه دي سلطه الرنجه ودي رنجه بالبطاريق بتاعتها حاجه فوق الفظيع لان انا بحب الرنجه جدا. اما بالنسبه للفسيخ عشان ما ياكلوش بلاش اللي هياكله يقول لنا رايه فيه. حاجه طرش بامانه انا من عشاق الفسيخ يعني، وده حاجه فول فظيع بامانه، شوايه بجد طرش.